السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا نتكلم عن المهام الأدائية، وخاصة أولياء الأمور قلقانين منها يعني وشايفينها حاجة كبيرة. طب هي دي امتحان ولا ايه؟ لا، المهام الأدائية طبعا بسيطة جدا. هي عليها 35 درجة، بتبقى عبارة عن أنشطة الطالب بيحلها، بتبقى موجود يعني في كل المواد، مش مادة معينة، لا، لكل المواد لها مهام أدائية. بيبقى 5 مهام، والطالب بيختار مهمة واحدة طبعا لكل مادة. وطبعا غالبا اللي هم يعني بيوزعوا عليه مهمة واحدة، هو ما بيختارش من 5 المهام ولا حاجة. والمعلم يعني بيساعد الطلبة في الفصل يعني ازاي يحلها، وبيتعاون معاه. وحاجة بسيطة جدا جدا جدا، يعني محدش يعني يشوفها انها صعبة ويشيل الهم من دلوقتي، ويعني وما يذاكرش ويقعد يركز عليها بس وكده. لا، يذاكر المادة بتاعتك عادي، وخلص اللي لسه المقرر اللي هو لسه مخلصش، وقبلها بس تبقى يعني تقرا المهام الأدائية، واحنا نزلناها لكم على القناة، سواء بالنسبة للصف الرابع او الصف الخامس بالإجابات بتاعتها. وطبعا بتيجي من المنهج، يعني الطالب لو مذاكر المنهج بتاعه كويس هيحلها، مفيش فيها مشكلة خالص. يعني هي خاصة هتيجي من منهج طبعا شهر أكتوبر وشهر نوفمبر اللي هو الطالب درسه قبل كده. فهي سهلة جدا وبسيطة، 35 درجة. بمجرد الطالب لما بيحضر المهام ديت خلاص يعتبر كده ضمن إن شاء الله ال 35. حضور الطالب أصلا عليه 10 درجات، والورقة بيبقى عليها 25 درجة. دي بالنسبة للمهام الأدائية. يعني زي ما قلت لكم سهلة جدا جدا، يعني مش عايزة أولياء الأمور يقلقوا خالص من الموضوع ده، وامشي في مذاكرتك عادي. بالنسبة طبعا انتوا عارفين ان كل مادة بيبقى عليها 100 درجة. ال 100 درجة دول متوزعين 35 زي ما قلت لكم مهام أدائية، و30 درجة اللي هم امتحانهم اللي هي امتحان الشهور سواء شهر أكتوبر أو نوفمبر. وعندك 30 درجة اللي هو امتحان نص السنة، و5 درجات اللي هي المواظبة اللي هو حضور الطالب. فعلشان كده دي ال100 درجة، فال35 درجة دول اللي هيمتحنهم يعني كأن ضامن بالظبط ال35 دول يعني من ال100 درجة. فما تقلقوش خالص، موضوع بسيط. وزي ما قلت لكم الناس اللي ما خلصتش المناهج تذاكر منهجها عادي، وقبلها ان شاء الله تبدأ تركز على المهام دي، او تقرا عنها، او تقرا المهام اللي احنا نزلناها وتشوف الحل بتاعها. الطلب لما يجي يحلها هيلاقيها معظمها كل المعلومات اللي هو خدها قبل كده. يعني اتمنى انا يعني اكون فدتكم النهارده. وطبعا هسيب لكم روابط المهام الأدائية اللي احنا نزلناها على القناة برضو في صندوق الوصف أسفل الفيديو، علشان برضو اللي ما شافهاش يشوفها. وبالتوفيق لأولادكم إن شاء الله، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.